القصة دي من أكتر القصص اللي أثرت فيا بجد، وأثرت في كل اللي سمعها، ونهايتها كانت صدمة سواء للناس اللي عاشوا الأسرة دي أو حتى اللي سمعوا عن قصتهم. ساعات الأم والأب هم اللي بيضيعوا ولادهم بإيديهم، لأن في آباء وأمهات للأسف ما بيحبوش يشوفوا ولادهم ملتزمين أو قريبين من ربنا، سواء بيصلي كل الفروض في المسجد أو البنت اللي بتحاول تتحجب الحجاب الشرعي، وتلاقيهم هم اللي بيحاربوهم لأنهم شايفين إن هم كده بيضيعوا شبابهم وبيخنقوا نفسهم ومش عايشين حياتهم. ماجد شاب من أسرة غنية، باباه كان من أكبر التجار. بدأ ماجد يتعرف على أصحاب صالحون، بدأ يتعلق بالصلاة وبالقرآن وبالأذكار لدرجة إنه ما بقاش يفوت صلاة في المسجد. بس الحال ده ما عجبش باباه، هو مش عاوز يشوف ابنه كده، هو عاوز يشوف ابنه بيخرج وبيسهر وبيسمع أغاني وعايش الحياة بالطول وبالعرض، بيعمل كل اللي نفسه فيه حلال أو حرام. كان لما ماجد يصحي باباه عشان يصلي الفجر كان يتعصب جدا عليه ويتضايق لأنه أصلا ما بيصليش. أبو ماجد راح لإمام المسجد اللي ماجد بيصلي فيه واتخانق معاه، وقال له لو شفت حد منكم تاني مع ماجد ابني هكسر له ضلوعه. وبعدين راح لابن أخوه واتفق معاه إنه ياخد ماجد ويسافروا دولة أوروبية ويقنعه يوافق، وإن هي هتكون سياحة وإنهم رايحين يتفرجوا على الآثار الإسلامية. قدر ابن عم ماجد يقنعه إنهم يسافروا، وراحوا أسبانيا، وبقى يخرج مع ابن عمه الصبح وما يرضاش يخرج معاه في سهرات الليل. واحدة واحدة ابن عمه أقنعه إنهم هيخرجوا بالليل ألعاب وترفيه، بس ماجد بعد عن ربنا. نسي القرآن والصلاة والأذكار، وبقى طول الوقت سهر وخروجات لغاية ما اتطور الموضوع ووصل للإدمان، وتحول ماجد من إنسان طائع وتقي لمدمن. حتى ابن عمه ما بقاش قادر عليه، كلم باباه في التليفون عشان يحول لهم فلوس. الأب فرح إن خلاص ماجد نسي الالتزام والقرآن، بس الموضوع اتطور والمخدرات اتمكنت منه. حاول ابن عمه يدخله مصحة، بس إقامتهم كانت خلاص خلصت ولازم يرجعوا مصر. ماجد مرضيش يرجع غير لما الشرطة اتدخلت ورحلته. بابا ماجد استقبلهم في المطار، اتصدم لما شاف ابنه وهو راجع. ابن عمه سنده عشان مش قادر يمشي، ووشه اصفر وتحت عينه اسود. الاب اتصدم من منظر ابنه. ماجد بقى يمد ايده على باباه ومامته عشان ياخد منهم فلوس يشتري مخدرات، سرق ذهب مامته، وباباه خسر تجارته بسبب ماجد ابنه الوحيد. باباه راح لامام المسجد يقول له سامحني على اللي عملته معاك، ابوس ايدك رجع لي ابني زي ما كان معاكم. بس خلاص فات الاوان، وكانت النهايه موت الاب والام على ايد ماجد ابنهم ودخول ماجد السجن. اتفاجئ المصلين في المسجد انهم بيصلوا على جنازتين داخلين المسجد، هم ابو وام ماجد، وماجد هو اللي تخلص منهم عشان ما رضيوش يدوا فلوس، وفي الاخر ماجد دخل السجن. ودي كانت النهاية لما الأب حب يخرج ابنه من المسجد عشان يعيش حياته بره المسجد. تابعني واشترك في القناة لو حابب تسمع قصة ممكن تغير حياتك.